السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. آه واحدة بعتالي بتقول ان هي تقدم لها عريس بس كان تخين شوية، فقال لها منك يعني قعدوا مع بعض بتقول عجبني وعجبته يعني كده، وقعدنا مع بعض واتكلمنا، وراح قال لي في وسط الكلام ايه لما لقاني مترددة شوية كده، قال لي لو تخني عامل لك مشكلة انا ممكن اخس. قلت لا، انا ما باخدش الناس بالمظاهر، اهم حاجة التقيلة فيها كده، لو انت هتشوفي افعالي معاكي. بتقوله فعلا انا فترة الخطوبة عدت ولقيته كويس ومفيش حاجة، بني ادم كويس ومحترم ومش حارمني من حاجة ولا مقصر معايا في اي حاجة، كل اللي انا عايزته في جهازي جابه والحمد لله، واتجوزنا وقعدنا 5 سنين مع بعض وربنا كرمني ببنت. فبعد الجواز بقى طبعا والاكل وكده تخن زيادة. فالمهم راح قال لي ايه، خلاص انا ايه هعمل رجيم وكده، بس انا بنزل بصعوبة كده. قلت له مفيش مشكلة براحتك. فبتقول خس 20 كيلو، بس لسه عايز يخس 20 كمان. فبتقول بقيت اعرف مش طايقاه، منظره مضايقني، بقيتش عايزه انزل معاه، واسلوبي اتغير معاه، وهو مش فاهم. يعني عمال يقول لي مالك في ايه، اقول له مفيش حاجه. اقل كلمه هو يقولها اروح انا مزعقه وغلط يعني وهيجوا كده. فهو برضو مش فاهم، وانا في نفس الوقت لما بقعد افكر كده بلاقي ان انا غلطانه وهو ما عملش حاجه. فانا مش عارفه اعمل ايه. المهم في مره عمال يزن عليا ان انا اخلف تاني. فطبعا مفيش مشكله ان احنا يعني الدنيا حلوه معانا ان نخلف، بس بما انا مش طايقاه. وطبعا هو مش واصل له الكلام ده، هو مش عارف ان انا متغيره بس مش فاهم ليه. ففي يوم قاعدين عمال يتكلم معايا، احنا بنتنا عندها 3 سنين ودنيتنا جميله، انتي مش عايزه تخلفي تاني ليه؟ انا امي وانا يعني امي بتسالني في مشكله، فبقول لها لا، واحنا شقتنا كبيره ومعايا يعني مقتدر والدنيا حلوه، مش عايزه تخلفي ليه؟ فبتقول يعني ما كانش ليه علاقه بالكلام اصلا. رحت قايمه ومزعقه، انت انا قرفانه منك، انت شكلك مقرف، انا مش طايقاك، انت تخين قوي، وحتى بعد ما خسيت شكلك مقرف ومش عايزاك، انا مش طايقه لك كلمه، مش طايقه لك حاجه، روح خس ولا روح اعمل تكميم. قبل ما ننكش كده، كان قبلها بكام يوم بقول له ايه اعمل تكميم، قال لي لا انا خاف من العمليات، انا بخس بالبطيء اي نعم بس بخس. فبتقول قعدت اقول له كلام جارح لدرجه ان هو دموعه نزلت وهو قاعد، مش بيتكلم، مش بيرد